السلام عليكم متابعيني حبيباتي حبيبات. اليوم عندي فصال. هاي القطعة قطعة كشمير إيطالي مترين ونص. حبيبات يعني دزولي الفصال، يردون فصال عليها. فصال رياضي طبعا. هواي كتبولي بالتعليقات انت دائما تخيطين رياضي. بعد كل من ذوق طبعا بالخياط هن يردون هذا الفصال. أنا بعد شو أسويلهن؟ والخياط رياض طبعا. الخياط مالته كلش حلو وسهل، ويعني يقعد على الجسم كلش حلو. الفصال اللي دزت لي اياه حبيباتي مثل ما قلت لكم، هاي القطعة مترين ونص طبعا مغسولة. الفصال رياضي لاستيك من يم الصدر، يعني ما بيها شي. كشكش على الصدر هنا من هذا التطعيم، رادة تطعيم جوزي، هي بيها جوزي القطعة. وكشكش على الردان، ودقم كبس من نفس القماش من هذا. راح نعطيكم طريقة الفصال مالتها. بس طريقة الفصال طبعا اليوم وحدة دخلت علي متابعة جديدة نقدر نقول عليها، أهلا وسهلا بها والباقي المتابعين الجدد طبعا. المبتدئات اللي بعدهن يعني هسه وهن يخيطين، راح أعطيكم الطريقة مالت الفصال مالته. هذا راح أطبقه 4 طبقات من القماش. هسه هاي طبقتين وهاي الطبقة. شوف حبيباتي هاي 4 طبقات. هسه طبعا راح أساوي القماش. أقرب لكم الصورة. طبعا ما رادتها دلع، لاستيك بردن بيها، ودلع ما رادتها، قالت ما ريتها دلع كبيرة. هنا ايش قد عندي القماش؟ شوفها طبعا بعد ما ينقصد عندي هنا 52 يعني مترين و4 سنتيم. هاي على اساس هاي القطعة يعني. شوف ايش قد رايح من نص متر رايح منها. وتجيك وحدة زبونة سمينة لو طويلة وتجيب لي القطعة مترين. هسه هاي مترين، يعني شلون راح واحد يفصلها؟ ما أعرف. هي الزبونة عندي يعني جسمها وسط، يعني لا سمينة ولا ضعيفة. حبيباتي هسه بعد ما رتبت القماش صفته بهذا الشكل 4 طبقات. صار عندي الدشداش راح يصير عندي كلوشة. شوفوا هاي طبقة مسدودة وطبقة مفتوحة. هسه راح أفصل. أول شي مثل ما قلت لكم فصال رياضي عادي، يعني ما بيها شغل هواية، بس مجرد لاستيك على الصدر، وهاي هي بلاستيك بردان. هنا راح اخذ 10 سنتيم. الزبونة عندي شوية يعني مو كلش طويلة، بس يعني جسمها تارس يعني زينة، نقدر نقول عليها يعني فوق 130 طول مالتها. راح اخلي 4 أصابع. شوف حبيباتي اذا واضح عندكم، 4 أصابع وابدي افصل. حتى شنو هاي الزيادة اللي 4 أصابع اللي خليتها تفيدني للردن. زين حبيباتي تفيد للردن، لأن الرياض يريد قماش يعني. شوفوا هذا لأنه هي ما رادت دلع، أنا آخذ 10 سنتيم راح أسويها 9. هاي عندي 9 سنتيم لأن ما رادت دلع كبيرة. هنا حفرة الأبط. انتبهوا بنات انتم اللي مبتدئات، انتبهوا على هذا الفصل. هنا محيط الصدر راح اخذه 30. 30 هي القياس مالتها شبرين ونص. زين قياسها 25، يعني 25 من تفتحونها تصير عندكم 50 سنتيم. هسه هاي عندي 30. تخصيرة شوية وانزل بيها على شكل كلوش. شوفوا مثل ما قلت لكم القماش يعني هواي يعني باقي بس مترين من المترين ونص. شوفوا حبيباتي هذا الفصال مالتها، هذا الفصال. طبعا هاي الزبونة أول مرة تخيط عندي، تخيط يمي يعني تخصير، تجيب لي لو تجيب لي كفة، وقالت
أريد فصال رياضي، جابت لي قطعتين طبعا مو قطعة واحدة. وقالت أريد يعني قالت كل ما أخيط يوم خياطة فصل رياضي يعني يطلع مو على المرام، لو يطلع دلعة دائما يسوي لي إياه، قام دائما أخيط وانطيه ما ألبسه. فأنا خيط النسوة يعني شناينها اثنين ما ثلاثة خيطت لهم، من شافته قالت عجبني الخياط مالتش كلش بالرياضي، وجابت لي قطعتين. قالت راح أخيطي لي هاي أشوف الخياط مالتش شلون راح يطلع بالرياضي حتى أخيط الثانية هم رياضي. زين حبيباتي، هسه هذا الفصال مالتها، انتبهوا على المقطع. هنا هسه شو راح أسوي؟ أشيل قطعة الظهر، هذه عندي قطعة الظهر، هذه الوسط هذه أخليها بطبقتها ما أشيلها، هذه قطعة الأمام. قطعة الأمام راح أخذ منها 3 أصابع، الظهر يبقى كما هو. طبعا هاي الفصال الخياط مالتها حتى بدون لاصق، لأن بس لاستيك أحط لها 3 أصابع، وأنزل 3 أصابع على حفرة الأبط، أنهيها بصفر. شوف حبيباتي هذا إن شاء الله الشرح واضح عندكم. شوفوا هسه هذه شلون زغرت عندي القصة مالت الأمام، إذا واضحة عندكم شوفوها. هسه هذا بعد ما عندي شغل بيه، هذا البدن والله عندي تقويس الكلوشة من جوا، راح أقوسها أني وبعدين أتحكم بالطول مالت الزبونة. أقوسها وبعدين مثل ما قلت لكم أكمل الخياط وأشوف طول الزبونة إيش قد اللي أحتاجه، إذا ينقص ينقص ولا ماكو يعني يكفيها هي يعني. هسه هذا البدن خلاص عندي، ظلت عندي هاي الردان. هسه هم أشرح لكم الشرح مالته شوية على الخياط مالته، لأن ما أعطيكم طريقة الخياط مالته، لأن عندي خياطة هواي وما جاي ألحق على التصوير ياخذ من عندي وقت. زين حبيباتي هنا شوفوا هسه رادت الدشداشة نص ردن، يعني قالت أريدها اللي هنا يعني تغطي العكس. زين حبيباتي قالت للعكس سوي لي إياها، إذا للعكس أخليها طبعا 50 يعني راح يصير عندي شبرين طول الردن، الشبرين تجيني هسه اللي هنا شوفوا الشبرين تجيني هنا جوا العكس، وراها كفة وراها خياط كلش كافي، فراح اخذها 50 سنتيم طول الردن. هاي 50 سنتيم بيها لاستيك الردن منه، فراح اخلي هاي اللاستيك هنا اصبعين وراح اخذ 50. شوف حبيباتي هسه هذا الخياط مالتها فصالها العفو. هنا وش راح اسوي هسه؟ هذا هاي الردن مالتها، اسوي القماش هنا مثل ما قلت لكم لاستيك عندي بالردن. ايش قد راح اخذ؟ راح اخذ 20 سنتيم، لان هنا ما تكفي يا دوب تكفي. شوفوها 20 سنتيم يعني شبر، ولو اني الشبر مالته صغير. هذا هذا الفصال مالت. هسه راح اشوف حفرة الأبطة هنا ايش قد عندي. هاي حفرة مالت الأبط، راح أقيس مالت الظهر لأن مالت الأمام شلت منها، عندي 28 سنتيم، وهنا عندي 30.
والحفرة عندي 28 سنتيمتر راح تروح لللاستيك. زين حبيباتي، إن شاء الله الشرح واضح عندكم. هذا الفصال مالتها. شوفوا حبيباتي، هسه هذا الفصال، هذا فصال الردن. طبعا أنا فصلت والردن بيها فيكة، طبعا نسيت الفيكة، بس راح أخليها شوية آخذ من عندها، لأن هي ما رادتها فتحة كبيرة منها. الردن مالتها تصير على شكل سمكة وكشكش بيها، فحتى لو راح آخذ منها لأن الكشكش راح يطولها. زين حبيباتي، هذا الفصال مالتها. شوفوا شلون تقويسه وكشكش، راح يصير تطعيم من هذا القماش، راح يطعم منه. يعني هسه حتى لو قصرت عندي الكشكش راح يطولها. الكشكش راح اخليه اصبعين، ما رادت كشكش كبير. زين حبيبات، هسه هذا الفصال مالت الردن. هسه خلاص الفصال، راح اشرح لكم على الخياط مالتها، اعطيكم معلومة شوي يعني على الخياط، لان هو قلت لكم ما بيه شغل. الردان لاستيك من يم الكتف وكشكش وتقصيره، شفتوها شلونها. هذا عندي البدن. هذه قطعة الظهر، مثل ما قلت لكم هذه قطعة الأمام. الظهر راح أطلعها عندي، هذا الأمام راح أفتحها فتحة هنا مثلثة صغيرة. شوفوا، خل أفتحها قدامكم وبعدين أكويها حتى اللاستيك يجيني عدل، لأن هي ما ردت دلعة كبيرة بالحفرة. هنا هذين 3 أصابع وخسرتها. شوفوا هذه هنا راح يصير عندي لاستيك. شوفوا هنا لاستيك، هذا اللاستيك راح يصير عندي هنا اللاستيك. هنا راح اخلي 10 سنتيم واخلي فوق اللاستيك دقم كبس. هسه ايش راح اسوي؟ كشكش هنا عندي الكشكش اصبعين، راح اشيل الاصبعين هنا واعوضها بالكشكش. زين حبيباتي، ان شاء الله واضح عندكم. شوفوا، راح اشيل اصبعين، هاي الاصبعين، واعوضها بالكشكش. شوفوا حبيباتي، هذه راح اعوضها بكشكش، كشكش من هذا القماش. ايش قد عندي هنا؟ هاي أصبعين، فايش قد راح آخذ الكشكش؟ راح آخذ 3 أصابع، لأن أصبع راح يروح للخياط. هذا شوفوا حبيباتي، هذا الكشكش راح آخذه من هذا القماش. الكشكش مطبوق طبقتين. شوفوا بهذا الشكل، هنا مطبوق طبقتين ويصير على حفرة الصدر. هذا الكشكش شوفوا 3 أصبع، وأنا قلت لكم أخذت 2 أصبع، راح أروح للخياطة يبقى لي أصبعين، يصير على حفرة الصدر من هذا التطعيم، ودقم كبس من هذا القماش وكشكش للردان. ان شاء الله حبيباتي، هذا الشرح مالتها، ان شاء الله من اكملها اعرضها على الملكانة واشوفكم النهاية مالتها. طبعا الموديل كلش حلو، ان شاء الله يعجبكم وبسيط. وهسه لا تنسونا باللايك والاشتراك، تعليقاتكم الحلوة. مع السلامة حبايبي.